وعشان تبقى فاهم اكتر، مساحه سوريا قبل سنه 2011 وتحديدا قبل الثوره السوريه كانت حوالي 185 الف كيلو متر مربع. اما بعد قيام الثوره السوريه وفشل نظام الاسد المجرم ان هو يوضع اي حل سياسي للموضوع، اطراف كتير جدا الحقيقه اتدخلت في الصراع. عندك روسيا وايران وميليشيات من الدولة الإسلامية وكمان أمريكا وبعض الدول الأوروبية، والبلد للأسف اتقسمت بطريقة بشعة ما بين قوات الأسد وميليشيات مختلفة من كل جنسيات العالم تقريبا. يعني عندك مثلا ميليشيات الأكراد تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية أو قوات قسم، وكمان كان في قوات روسية بشكل كبير جدا ومتواجد منها جزء كبير قوي دلوقتي في أكتر من 30 قاعدة عسكرية في سوريا لحد اللحظة دي، وكمان ميليشيات إيرانية وقوات من تنظيم الدولة وليلة كبيرة قوي سعادتك. وأخيرا فضلت بعض الأراضي تحت سيطرة المعارضة السورية، وفضلت محافظة عليها لحد معركة التحرير الأخيرة دي، زي مثلا محافظة إدلب، واللي تعتبر الحقيقة كانت مهد أو نقطة انطلاق الثورة السورية في سنة 2011، واللي عانت الأمرين ما بين جرائم وتدمير نظام الأسد ليها، وسبحان الله هي برضو كانت سبب في نهايته. أما حاليا بقى وبعد النصر الساحق لقوات وفصائل المعارضة بقيادة أحمد الشرع، فدي بقت خريطة سوريا الحالية. فصائل المعارضة السورية بتسيطر على 70% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، أما قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية فبتسيطر تقريبا على 29% من مساحة سوريا. أما الجولان المحتل واللي يعتبر تحت سيطرة الكيان المحتل فده بيمثل تقريبا حوالي 1% من إجمالي مساحة سوريا كلها، ومساحته تقريبا بتوصل لحوالي 1860 كيلومتر مربع. والنهارده تحديدا أنا حابب أتكلم عن ثروات سوريا الضائعة أو المنهوبة، وهنبدأ بأهم حاجة وهي النفط. احتياطي النفط السوري المؤكد حوالي 2.5 مليار برميل نفط تحت الأرض، وده على حسب آخر بيانات متاحة من منظمة أوبك في سنة 2017، والقيمة الإجمالية للاحتياطي ده بسعر البرميل الحالي حوالي 180 مليار دولار تقريبا. بس دي طبعا قيمة نظرية، يعني مش داخل فيها تكاليف الإنتاج ووقته والسعر وقت الاستخراج هيكون كام. لكن يا صديقي المشكلة الكبيرة إن قوات قسد أو سوريا الديمقراطية واللي بتسيطر على 29% من مساحة سوريا الإجمالية موجود تحت سيطرتها مدن مهمة جدا جدا، زي مثلا مدينة الرقة ودير الزور والحسكة وقامشلي، واللي إجمالي احتياطات البترول فيهم بيوصل لحوالي 1.6 مليار برميل من أصل 2.5 مليار برميل كإجمالي احتياطي نفط في سوريا. يعني احنا بنتكلم تقريبا إنه من 60 ل 70% من إجمالي ثروة النفط السوري تحت سيطرة قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية. ومعدل إنتاج المدن دي كلها مجتمع مع بعض من حوالي 40 ل 50 ألف برميل بترول يوميا، وده بيمثل برضه من 70 ل 80% من إجمالي إنتاج النفط في سوريا كلها. وده طبعا لأن معظم حقول البترول الكبيرة زي السويدية والرميلان وحقل العمر موجودين في مدن زي الحسكة ودير الزور، وكلها طبعا زي ما قلنا مدن في شمال وشمال شرق سوريا واللي واقعة تحت سيطرة قوات قسد. أما بقى بالنسبة للغاز الطبيعي فالاحتياطي السوري ضخم جدا جدا، وآخر أرقام متاحة من وكالة الطاقة الأمريكية بتقول إن سوريا بتمتلك حوالي 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي جوه أراضيها، تغيير 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي موجودين في حوض البحر